رايحة على البيت. شو في عندي بنت، شو عندي سكر جيبهم، وإذا لقيت مطربان المعقول كمان بدي أجيبه معي. يسلموا إيديك. تقبريني ام زكي، بلاقي عندك لوح صابون؟ لك هان تقبريني، أنا يلي عندي مخبيته بين الأواعي. هلا بطلع لك إياه وبجيبه معي. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. إيديكي يا مو، خلينا نروح نزور أختي جميلة. لا يا مو، لا مو هلا، بعدين بنجي بنزورها. امشي امشي. يا حرمة حولي شباب حولي. لا جيبوا يا عالم، اتدرك بالبيت بربطيني بالحفلة. لك يا عالم يا ناس يا شو عم بصير؟ شو عمل؟ ليش عم وصلك امسكي؟ يا اهل الحارة! يا اخي العصام! يا بشير! يا بشير! خير خاف يمسكي عم وصلك وتولع عم تقدر وصلك. شو هالحكي؟ اسمع منك. روح على الحمام، نادي الرجال كلهم وانا سابقكم لهنيك. خلاص ابطال جيبوا رجال والحاني. بعدين لا حدا يفوت. استني يا اخي ابو بشير، الله يستر على بناتك يا ليلي امسكي يا اخي يا راوي وصلي على النبي. مين هدول اللي هربوا من هون؟ العسكر الفرنساوي يا ابو بشير. العسكر الفرنساوي كانوا عندك بالبيت؟ كانوا رابطيني بالحملة وبدهم يعني احكي كل شيء عن رجال الحارة، اذا هربوا من هون ولا لا. بس صرخت ابو هربوا. الله يكسر خاطرهم يا حق الهي. بعدوا هيك يا جماعة، أسرعوا هيك وليد حارة. شربوا شو صاير عم يا بشير؟ خير اختي مسكني. خير ابو بشير. يا خيتي شو بدي احكي لا احكي. لو ما اجى ابو بشير ورجال الحاره وفكوني مدري شو كان صار فيني. الله يصلحك على هالعملة يا أم زكي. يعني مدام صار عندك حنفية مي، ليش هالبير ما تسكريه وتخلصي منه؟ بالله شو لو كنت مسكرته منين كنتوا بدكم تاكلوه بعد ما حاصروا الحاره وضيقوا عليها؟ يا ام زكي، فريال خانم عم تحكي درر. يعني هذا البير مو خطر عليكي بس انت لحالك، خطر على الحاره كلها صار. يصطفلوا، انا تركت البيت لاهل الحاره يعملوا في اللي بالدنيا. لطفيه الله يرضى عليكي، قومي جيبي لي طاسه الرعبه، قلبي لهلا لسه مقطوع من وقتها. على راسي خالة ام زكي. دي ام زكي بس ليكون انقطع نسلك. اخرسي بليكي بحمى شفعي او رايقه. قومي من جنبي، قومي تضربي بهالوجه. شد عصام سيف. بدي اشوف اخرتها معهم لو لقيت الكلب. الله يقويكم. شلون عم يا بشير؟ بري عليك عصام، هيك ما عاد حدا يقدر يطلع من البير. وهيك اطمنا انه ما يقدرونا نفوتوا على الحاره مره ثانيه. بس لازم ننبه اهل الحاره يديروا بالهم على بيانهم مشان ما حدا يفوت منا. مزبوط عصام. هي بتسكروها بالاسلاك الشيكه، وبدي حغاسه 24 ساعه ل 24 ساعه. قصدي مفهوم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جناب مأمون بيك يا أبو صياح، بيكون ابن أخوه الزعيم أبو صالح زعيم حارة الضبع الله يرحمه. شو هالحكي؟ أهلا وسهلا بالسيد مأمون، أهلا وسهلا. أهلا بالمختار. جناب مأمون بيك يا أبو صياح كان متغرب برات البلد، فأنا دقيت على صدري وقلت له راح أعرفك على كل وجهاء وزعماء الحارات كلها، وبالمقابل هن بيتعرفوا عليك. بارك الله فيك يا أبو جودات. رحمة الله على أبو صالح، كان محبوب من أهل الشام كلها. كان لما يدخل صلحة ما حدا رد له طلب. عيش يا مختار. أهلا وسهلا، تفضلوا ارتاحوا. وقابلت المندوب؟ قابلته وحكيت له عن كل الأوضاع اللي حكاني عليها أبو جودات. قصدك أوضاع حارتكم؟ اي نعم، وعدني لإلى حل. كان لازم تفوت على الحارة وتشوف شو صاير فيها. الفرنساوي مانع عنهم الأكل وقاطع عنهم الكوران، ما بقى إلا يسد على أنفاسهم الهوى. أنا رايح فوت على الحارة، وإذا حابب ترافقني أنا ما عندي مانع.
مامون بيك، عدم المؤاخذة من غير منقودية، شلون بدك تفوت على الحارة؟ جناب المفوض عطاني إذن دايم بالدخول والخروج على كيفي، وإنه يرافقني مين ما بدي، فإذا حابب يا مختار ترافقني أنا ما عندي مانع. ايه برافقك، ليش لا؟ السلام عليكم. اهلين ابو فارس. وعليكم السلام. أنت هون يا أبو فارس ونحن ما عنا خبر؟ خير يا أبو جودة، ليش في شيء؟ جماعة البلدية يا أبو فارس عم بيقولوا إنك متغيب عن شغلك. شو متغيب عن شغلي يا أبو جودة أفندي؟ ليش بقدر داوم بمحرسي والعسكر الفرنساوي مسكر الحارة؟ البلدية ما دخل بالشيء اللي عم بيصير يا أبو فارس. أنت كان لازم تسلم حالك للبلدية، وهي بتحطك بالحارة اللي بتلاقيها مناسبة لبين ما تهدى الأوضاع بحارة الضبع، فهمان يا أبو فارس؟ ما تعرفنا على الأخ. ابو فارس بيكون حارس حارة الضبع، سيد مأمون بيكون ابن اخوه للزعيم ابو صالح الله يرحمه يا ابو فارس. مأمون ابن أخو الزعيم أبو صالح الله يرحمه؟ إيه نعم يا أبو حاتم، واللي فهمته إنه كان ببلاد برا وجاي مزنقل. شو القصة أبو حاتم؟ أنت بتعرفوا لهالزلمة؟ بعرفه، شلون ما بعرفه، بس لما أبوه سافر برات البلد هو وعياله كنا صغار. لكن ليش استغربت لما خبرك أبو فارس؟ استغربت لأنه مأمون هذا اللي عم تحكوا عنه صار له كل هالسنين غايب برات البلد، ولا جاب سيرته ولا حن لها، حتى عمه الزعيم الله يرحمه ما كان يجيب سيرته وقاطع الأمل منه. معناته عمي هذا الرجال أكيد مشتاق لحارته وحانن لها كثير، ما في كلام، وإلا ليش لا يرجع الحارة بعد هالعمر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خفي يا عم ابو الفوارس هون يقبرني ربك انا. شو في اخبار جديده؟ الجديد يا ابو العز انه هذا مأمون بيك ابن اخوه الزعيم الله يرحمه اللي كان عايش ببلاد برا رجع على الحاره. مأمون بيك؟ جماعة حارة الضبع خبرونا انه رح يحفروا من عنده، ورحنا رح نحفر من بيت ابو الخير، بهيك حالة نلتقي بنص النفق ان شاء الله. عظيم عظيم. وامتى النفق بيكون جاهز؟ تركت ابو الحكم عم يشتغل وجيت خبرك وهلا راجع. اخ عال فرحتني كثير، الله يقويك. الله يخلينا اياك يا مختار. تصبح على خير. السلام عليكم. امان الله. اهلين مساء الخير عقيد. مساء الخير مختار. خير. شو خبرت ابو حاتم؟ خبرته مختار وقال مزبوط بانه هذا مأمون بيك بيكون ابن اخوه للمرحوم الزعيم ابو صالح، وما شافه من قد كان صغير. بدي اياك تشتغل معي، واذا الله هيك فتح. يسلموا هالايدين. الله يسلمك يا بيك. بدي اياك مثل خيالي، وين ما بمشي بتمشي معي، ولما بعطيك امر لتنفذه ما بتسالني لا شلون ولا وين ولا كيف. وكل هالشيء مأمون بيك ما له تمن؟ لا له تمن. شلون ما له تمن؟ مسيك هذول ضبهم بجيبتك. كل هدول مأمون بيك؟ قلال؟ لا شو قلال؟ بقى شو قلت؟ موافق ولا مو موافق؟ موافق وبس، هات لي ابصم لك بالعشرة. لا ما بدي تبصم لي لا بالعشرة ولا بالعشرين. لما بعطيك امر بتنفذه بدون ما تحكي ولا حرف، والمصاري اللي بدك اياها موجودة. انا محسوبك مأمون بيك، بس الي عندك شرط. شروطها كيفك؟ اليوم اللي بدك تخونني فيه بتقعد بينك وبين حالك بتكتب النعوة تبعك، وبتنزل ثاني يوم الصبح بتلزق وحدي على باب الجامع، والباقي بتوزعه بالحارة، لاني انا شخصيا مالي فاضي وزع نعوات حدا. شرطك على راسي مأمون بيك. ماشي. شراب شاي. نحن هدينا هذا البيت لأن صاحبته عم تتعامل مع عصابة المخربين، وانتوا أهالي حارة الضبع كلياتكم بدي إياكم تعرفوا شغلة، اللي بده يتعامل مع هي العصابة بدي يهد له بيته فوق راسه وراس اولاده. عناصر انسحاب. ولك الله كبير أكبر من كل اللي عم تعملوه، وراح يجي يوم ندفعكم فيه الثمن غالي. وقد خاب من حمل ظلمه. يا مليون محمد شقيتهم الى الله، لك الله لا يوفون على العمله يا حق الهي. طولي بالك يا امزكي، طولي بالك، البيت لساته على حاله، الحيطان ما صار له شيء، بس السقوفه صارت بالارض. لك شو بدي بالسقوفه؟ يخرب بيتك، انخرب بيتي، لك انخرب بيتي. لك لا تزعل يا امزكي، لا يصير لك شيء، عمل لك الحيطان سليمه، بس هبطوا السقوفه. الوايم ليك بقتلك الهي. لك شوفي شو صاير.
لا سيدي مولاي تنهد صوبة عنوان مثل ما هدوا لي بيتي اللي متقاوية فيه. لك شو صاير فهميني؟ ليش عم تولوا لي فيقتي الحارة؟ هدوا لي بيتي العسكر الفرنساوي البيت اللي متقاوية فيه انا. ولي على قارتي عليكي ليش هدوه؟ هدوه صاير متضايقين مني لانه لما يتعلون اهل الحاره وقت انكمشوني. يبقى يحم عليكي يا امزكي طولي بالك معلش تقبريني صحتك بالدنيا بالمال ولا بالعيال؟ لك شلون صحتي بالدنيا والبيت اللي متقاوية فيه هدوا لي اياه. خلص طولي بالك امزكي وحياة من خلق الخلق وبسط الرزق غير صلح لك اياه على حسابي نكاية فيهم ورجعه احسن مما كان. تقبريني من حق الله يخليكي. ولو يا امزكي ولو انا بقبل انك تبقي بالبيت وما يكون فوق راسك سقف واسكت.